السلام عليكم يا شباب. موضوع الحلقة عن شروق الشمس وغروبها، ولماذا في القرآن الكريم الآيات تقول طلعت الشمس ولا تقول أشرقت الشمس؟ هل معنى ذلك أن جملة أشرقت الشمس هي جملة غير دقيقة؟ وما الفرق بين مطلع الشمس ومشرق الشمس والمشارق والمغارب؟ هذا ما سنبحث فيه في هذه الحلقة إن شاء الله. قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. في الآية قال طلعت الشمس ولم يقل أشرقت الشمس، ولن تجد آية في القرآن تقول أشرقت الشمس. فما الفرق بين طلع وأشرق؟ طلع تأتي بمعنى ظهر، رجل مطلع أي يحب الاطلاع على العلوم فتظهر له. قال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. أطلع الغيب أي هل ظهر له الغيب فعرف أن الله سيؤتيه مالا وولدا رغم أنه يكفر بآياته. فطلع تأتي بمعنى ظهر وعكسها غاب. طلعت الشمس أي ظهرت على الناس من المشرق وتغيب على الناس من المغرب، وغياب الشمس نسميه غروب، فالغروب يأتي بمعنى غياب. ومن أمثلة ذلك القول: أغرب عن وجهي، أي غب واختفي عن ناظري. هذا أول معنى لكلمة غرب وهو غاب. طلع بمعنى ظهر، عكسها كلمة غرب بمعنى غاب. أيضا كلمة غرب هي عكس لكلمة أشرق، فالشرق عكسه الغرب، المشرق عكسه المغرب. سيقول قائل: بما أن غرب عكس طلع وأيضا غرب عكس أشرق، إذن أشرق وطلع لهما نفس المعنى وهو الظهور. الجواب: هذا الاستنتاج غير دقيق، وذلك لأننا جعلنا كلمة غرب لها معنى واحد، وفي الحقيقة كلمة غرب لها معنيين. المعنى الأول وهو الذي ذكرناه سابقا وهو الغياب، غرب أي غاب، وعكسها طلع أي ظهر. أما المعنى الآخر لغرب وهو أظلم، أي غياب الضوء والسواد. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. لاحظ قوله غرابيب سود، غرابيب من غرب وهي سوداء. كذلك طائر الغراب أسود اللون، سمي غراب فاسمه يدل على طبيعة خلقه، أي أن غرب تأتي بمعنى أظلم وعكسها أضاء أو أنار، وهذا هو معنى أشرق. أشرق أي أضاء، وجه مشرق أي مضيء منور، وعكسها غرب بمعنى أظلم. قال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. العشي وهو وقت ما قبل غروب الشمس وهو بداية الإظلام، والإشراق وهو الصباح الباكر بداية التحول من الظلام إلى الضوء. وهذه هي أوقات التسبيح والذكر التي يجب على الإنسان أن يحرص عليها، فقد ذكرها الله في كتابه بشكل متكرر وبصيغ مختلفة. قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وقال تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. إذن الإشراق والبكرة والإبكار هو وقت النهار ما بين وقت الفجر ووقت طلوع الشمس، أما العشي والأصيل هو وقت ما قبل غروب الشمس أي قبل دخول الظلمة. فأشرق بمعنى أضاء يكون عكسها غرب بمعنى أظلم. أما طلع بمعنى ظهر عكسها غرب ولكن بمعنى غاب، أي أن غرب هي كلمة بمعنيين، غاب وأظلم، بينما أشرق كلمة تأتي بمعنى أضاء، وطلع كلمة تأتي بمعنى ظهر. الآيات عندما تذكر الشمس تذكر معها طلع بمعنى ظهر وليس أشرق بمعنى أضاء، وتذكر الآيات غربت الشمس بمعنى غابت وليس بمعنى أظلمت. والسؤال: لماذا لا يصح أن نقول عن الشمس أنها أشرقت، وأيضا لا يصح أن نقول عليها غربت بمعنى أظلمت؟ والجواب: لأن الشمس لا تضيء ولا تظلم، أي لا يتغير حالها من الإضاءة إلى الإظلام، ولا يتغير حالها من الإظلام إلى الإضاءة، فالشمس مضيئة دائما، ضوءها لا يتغير، لا ينطفئ ولا يخفت أو يضعف. فقط نحن نرى ضوءها يتغير شدته وسطوعه،
وذلك بسبب حركتها التي تسبب قربها وابتعادها عنا. فعندما نقول أشرقت الشمس أي أضاءت، يفهم من هذا الكلام أن الشمس كانت منطفئة فأضاءت، وعندما نقول غربت الشمس بمعنى أظلمت، فهذا غير صحيح، فالشمس لا تظلم بل تظل مضيئة دائما. مثال على ذلك عندما تشعل النار في الظلام، هنا تقول أشعلت النار، فالنار كانت منطفئة وأنت أشعلتها. أما إن رأيت أحد من بعيد يتقدم نحوك في الظلام وبيده شعلة نارية، فهل يصح أن تقول اشتعلت النار؟ أم الأصح أن تقول أن الشعلة ظهرت عليك من بعيد؟ كذلك الشمس، عندما نقول أشرقت الشمس أي أضاءت، هنا الجملة تدل على أن الشمس كانت منطفئة ثم أضاءت، وهذا المعنى غير دقيق، فالشمس في حالة ضياء دائم. فالصحيح أن نقول طلعت الشمس بمعنى ظهرت من الحجاب الذي كان يواريها عنا، وغربت بمعنى غابت خلف الحجاب الذي يواريها عنا. لذلك لا نجد في الآيات جملة أشرقت الشمس، بل نجد طلعت الشمس أي ظهرت، فهي تطلع على الناس ثم تغرب أي تغيب. أشرق فعل، والفعل يدل على التغير من حال إلى حال. مثلا جلس فعل يفهم منه أن الفاعل كان واقفا ثم جلس. مشى فعل تفهم منه أن الفاعل كان ثابتا أو واقفا ثم مشى. أشعل فعل يدل أن الفاعل قام بإشعال نار كانت منطفئة، وهكذا. أشرقت الشمس أيضا فعل يدل أن الشمس كانت غير مضيئة ثم أضاءت، لذلك لا يصح أن ندخل فعل أشرق على الشمس، فهو يدل على تغير حالها من الإشراق إلى الإظلام والعكس. طلعت الشمس فعل يدل على أن الشمس تطلع وتظهر على الناس، وهذا يدل أن الشمس غير ساكنة بل متحركة، وفعلا الشمس متحركة، وحركتها هي من جعلها تطلع على الناس وتغيب. أشرقت الأرض، هذه الجملة من حيث معنى الإشراق هي جملة صحيحة، فالأرض تشرق أي يتغير حالها من الظلام إلى الإضاءة، فيصح أن نقول أشرقت الأرض. ولكن ستواجهنا مشكلة أخرى، وهي الفاعل. الأرض هنا جاءت فاعل، أشرقت الأرض، أشرق فعل والأرض فاعل، فهل الأرض هي الفاعل؟ هل قامت الأرض بحركة معينة فجعلت حالها يتغير من الإظلام إلى الإشراق؟ في نموذج الفضاء والأرض الكروية نعم هذا صحيح، جملة أشرقت الأرض صحيحة بالنسبة لنموذجهم، فالأرض تقوم بالدوران، وهذا الدوران تسبب في الشروق والغروب، فالأرض هي الفاعل والشمس ثابتة. أما بالنسبة لنموذج الأرض المسطحة، فجملة أشرقت الأرض جملة غير صحيحة، فالأرض ساكنة وثابتة ولا يصح أن تكون فاعل، بل الشمس هي الفاعل، هي من تطلع على الأرض فتسبب الإشراق على الأراضي المظلمة التي تطلع عليها. في القرآن لا نجد آية تقول عن الأرض أنها تشرق إلا آية واحدة، قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. نلاحظ أن الآية تتحدث عن يوم القيامة. أشرقت الأرض معنى ذلك أن الأرض تحركت وذهبت إلى الله، فالأرض أتت إلى الله فأشرقت بنوره بعد أن كانت مظلمة بمن عليها في وقت الحشر. فيوم القيامة الكل سيأتي إلى الله، الكل سيحضر إلى الملك حتى الأرض. قال تعالى: مالك يوم الدين. وقال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض أتت إلى الله في بداية خلقها، وسوف تأتي الأرض إلى الله يوم القيامة فتشرق بنور الله. إذن جملة أشرقت الأرض جملة غير صحيحة لوصف حال الأرض في الدنيا، فالأرض في الدنيا ساكنة لا تتحرك فتشرق، لذلك لن تجد آية في القرآن تقول عن الأرض أنها تشرق في الدنيا، فقط يوم القيامة الأرض تشرق بنور الله بسبب حضورها إليه. الشيطان صور للناس أن الأرض تحضر إلى الشمس فتشرق بنورها، وهذا غير صحيح. الشمس هي المسخرة للأرض تطلع على كل مكان فيها لتضيئه. المختصر: أشرقت الأرض جملة صحيحة فقط في يوم القيامة. أشرقت الشمس جملة غير دقيقة، فالشمس لم تنطفئ يوما لكي تشرق. طلعت الشمس جملة دقيقة، وذلك لأن الشمس تتحرك في فلك فوق الأرض، وكل يوم تطلع على مكان مختلف من الأرض. بالنسبة للكلمات مثل المشرق والمغرب، المشارق والمغارب، المشرقين والمغربين،
مطلع الشمس ومغرب الشمس، فهذه أسماء وليست أفعال، أسماء على وزن مفعل، ومفعل هي صيغة لاسم الزمان والمكان، مثل سجد فعل، لاشتقاق اسم المكان منه يكون الاسم على وزن مفعل. سجد مسجد، فسجد فعل ومسجد اسم مكان السجود. كذلك شرق، اشتقاق اسم المكان يكون على وزن مفعل، شرق مشرق، غرب مغرب، طلع مطلع. فالمشرق هو اسم المكان من الأرض الذي طلعت عليه الشمس والنهار فأشرق، والمغرب هو اسم المكان من الأرض الذي غابت عنه الشمس والنهار فأظلم فسمي مغرب. فمن معاني غرب قلنا السواد والظلمة، فكل مكان من الأرض تطلع عليه الشمس يسمى مشرق. مشارق هي أسماء الأماكن على الأرض التي تطلع عليها الشمس، والأرض كلها عبارة عن مشرق ومغرب. لذلك في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية، أي شجرة الزيتون هذه ليست على الأرض، فالأرض كلها مشرق ومغرب، لا شرقية ولا غربية، أي أنها شجرة زيتون في السماء وليست على الأرض. أيضا الآيات ذكرت مطلع الشمس ومغرب الشمس، أسماء بصيغة اسم المكان أو الزمان مفعل. فأين هذه الأماكن؟ مكان مطلع الشمس يختلف عن مكان مشرق الشمس، فالمشرق هو المكان الذي تطلع عليه الشمس من المشرق، وهي مشارق وليست مشرق واحد. أما مطلع الشمس فهو مكان واحد وليس هناك مطالع، بل هو مطلع واحد ومغرب واحد للشمس. فأين هذا المكان؟ نحن نعلم أن للشمس دورتين، دورة يومية وهي الدورة التي تتحرك فيها الشمس من المشرق إلى المغرب دورة كاملة خلال 24 ساعة. أما الدورة السنوية فهي حركة الشمس على المدارات الجدي والاستواء والسرطان. وهنا سؤال: هل يمكن أن يكون المقصود بمطلع الشمس ومغرب الشمس هي الأماكن من الأرض التي تتحرك فيها الشمس على هذه المدارات، فيكون مطلع الشمس عندما تصل الشمس إلى أعلى نقطة في مدارها، ومغرب الشمس عندما تصل الشمس إلى أدنى نقطة في مدارها؟ فهذه الحركة للشمس ليست حركة شرقية غربية. هذا ما سنبحث فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله، والعلم عند الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.